مساء الخير. واحنا بالليل كده. مساء الخير مع احمد ابراهيم. دلوقتي يا جماعه هنحكي لكم قصه رعب عن وحكايه جديده رعب اسمها سل المدينه. سل المدينه. يلا بينا نبدا، يلا بينا. في مدينه درمون كانت الليالي تحمل شيئا اثقل من الظلام. خوف لا يرى لكنه يحس. بعض الناس يقولون إنه مجرد مجرم، لكن من عاش هناك يعرف إنه أكثر من ذلك بكثير. إنه سل المدينة. في الخامس من نوفمبر احتفت كاثلين ميرث، مدرسة ابتدائية أم لطفلين، عثر عليها بعد يومين في شقتها بلا أي أثر لاقتحام جثتها. كانت جالسة على كرسي الطعام، وعيناها مفتوحتان على مصراعيهما، وعلى الطاولة كتب بدمها: أنا أنشر إليك. الشرطة ارتبكت، لا كاميرات ولا لا شهود لا بصمات. الجريمة نظيفة لدرجة تشبه كابوسا مرسما. في الأسبوع التالي رجل الأعمال مالكوم لي ليفرس عثر عليه في سيارته وسط شارع مزدحم، ميت مبتسم ومربوط بحزام الأمان على الزجاج الأمامي. كتب أن أقرب مما تظن. لم يكن هناك صراخ، لا صوت، لا مطاردة، فقط موت ورسالة. المدينة بدأت تتحدث. الصحف كتبت: قاتل السل، شبح دارمون، عدو الليل. لكن الاسم الذي علق على في الأذهان كان الراصد. كان من تحدث عنه شعر أنه يراقب. بعضهم سافر، بعضهم أغلق نافذه، والبعض اختفى تماما. المحقق دانييل هارفي تولى القضية، رجل صارم عقلاني لا يؤمن بالخرافات. قالها صراحة: هذا القاتل بشري ذكي بارد ومريض. لكن شيئا ما تغير فيه بعد أن وجد تلك الورقة في مكتبه. ورقة بلا توقيع مكتوب فيها: كلما اقتربت كلما رأيت نفسك. كل جريمة جديدة كانت أكثر قربًا من دائرة المحققين. أحد الشهود قُتل بعد يوم من التحقيق. الصحفي الذي نشر تقريرًا عن القاتل اختفى. كل من تكلم صمت إلى الأبد. الراصد لم يكن فقط يقتل، كان يتحكم. ثم ظهر أول دليل حقيقي: تسجيل صوتي وصل إلى الشرطة عبر طرد مجهول. صوت رجل هادئ يقول: أنا لا أختارهم، هم من يختارون. أن يروا كل من يظن إنه في مأمن يكذب. كلنا نراقب، لكن من يراقبنا؟ آخر ضحية كانت ليلى سترود، طبيبة نفسية، ساعدت في رسم بروفيل القاتل. قالت: هو لا يقتل عبثا، هو يختبر المدينة، يدفعها للجنون ببطء. بعد 3 أيام اختفت، وفي عيادتها على الحائط كتبت كلمة واحدة: مراقبة. بعد مقتل ليلى احتفى القاتل: لا جرائم، لا رسائل، لا دماء، وكأن كل ما حدث كان اختبارا. لكن دارمون لم تعد كما كانت. كل شخص في المدينة بات يحرك النوافذ مرتين وينشر حتفه كل دقيقة. يقولون إن الوحوش الحقيقية لا تأتي بأسنان حادة أو وجوه مشوهة، بل تأتي بهدوء وابتسامة، ويكفي أن تشعر بوجودها حتى تبدأ بالموت من الداخل. أنا أراك. وبس كده يا جماعة. دي كانت قصة وحكاية مرعبة. مع قصة وحكاية جديدة نرجع لكم في فيديو جديد.
معانا معاكم أحمد إبراهيم، أو كما يعرفون عني الإعلامي أحمد إبراهيم على التيك توك، وأحمد إبراهيم والفنان أحمد إبراهيم على قناة اليوتيوب، و أحمد إبراهيم بالعربي، أحمد إبراهيم بالإنجليزي على الفيسبوك. بس كده، نرجع لكم في فيديو جديد، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلوا إنني قريب جدا. لايك، شير، كومنت، اشتراك، تفعيل الجرس. شكرا.